كيف يصلي المسلم الجديد وهو لم يحفظ الفاتحة ولم يحفظ شيئا من القرآن ولم يتقن العربية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالمسلم الجديد يتعلم الصلاة بهيئتها وركوعها وسجودها، وإذا كان المسلم حديثا ويحتاج لبعض الوقت كي يحفظ شيئا من القرآن فإنه يصلي بما تيسر له، وإذا وصل موضع القراءة فإنه يسبح الله ويحمده ويكبر، يعني يقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر. والدليل على ذلك حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه في حديث المسيء لصلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذن المسلم حديثا يصلي بما تيسر من ذكر يحفظه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.